اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. الوصفة بتاعتي النهاردة جديدة ومميزة، وأول مرة أنزل في القناة معاكم بطريقة عمل جبنة. أنا هعمل النهاردة طريقة عمل جبنة شبيهة بالكيري، جبنة جميلة أحسن من اللي بتشتريها من بره، كمان أطعم وألذ. وهتجربيها وبكرة هتقولي رأيك في كومنت حلو جميل. الجبنة دي مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل البيوت. الجبنة دي المكونات بتاعتها عبارة عن ايه؟ رز، عبارة عن كيلو من اللبن، وحطيت عليه معلقة كبيرة من الملح، كمان معلقة صغيرة من السكر، مكعب زبدة. اللبن كان عندي دافي شوية، الزبدة فكت في اللبن. حطيت كمان معلقة من الخل، حسيت انها قليلة شوية، رحت حاطة كمان ايه نص معلقة تقريبا. وكمان حطيت كوباية الا ربع من النشا. وطبعا دي المكونات بتاعتي اللي هبتدي احطها دلوقتي. الخليط بتاعي ده خلاص انا وصلت على النار دلوقتي، على نار هادية، وبدأت ان انا اقلب الخليط بتاعي ده. وهو بيتقلب وبيبتدي يتجانس معايا، اول ما بيدخل في التجانس بكون مجهزة عندي 5 قطع من المثلثات. اي نوع جبنة مثلثات موجودة عندك حطيها. واللي انا حطيته دلوقتي ده قطعة من الزبدة برضو تاني وهي محطوطة على النار. إيه بعد كده انا كان عندي جبنة بطعم الجبنة الرومي، حطيت كمان معلقة كبيرة من الجبنة دي لتعزيز الطعم، وديت اختياري. حابة تشتري الجبنة الرومي دي اللي هي اللي انا حطيتها الاخرانية دي عادي مش مشكلة. حابة تحطيها حطيها لو موجودة عندك، هتدي طعم جميل جدا وهتعزز طعم الجبنة معاكي. بدأت ان انا افك بقى المثلثات بتاعتي، 5 قطع على كيلو من الحليب. حابة تعملي نص الكمية بس وتجربيها في نص الكمية، اوكي مفيش مشكلة. ولما تبدأي بحاجة، مبدأ روز، تبدأي بكمية قليلة او بسيطة، عجبتك كرري الموضوع تاني مع كمية اكبر. وانت لما تعمليها في كمية بسيطة هتلاقي الكل بيتخانق عليها من حلاوتها وطعمها اللذيذ. ببتدي الف المكون ده تاني معايا على نار هادية برضو. الجبنة اللي انا حطاها اللي هي بطعم الجبنة الرومي وجبنة المثلثات هتبتدي بقى تدوب في الخليط بتاعي وتتجانس معاه. اول ما احس انها دابت معاه وخلاص تتجانست معاه والقوام بتاعي بقى كريمي وجميل بالمنظر ده، عامل يعني كأنه قوام زبدية، قوام زبدي كده جميل، اللمعة بتاعته والقوام بتاعه يعني بصراحة جميل جدا. مع انك بتدوقيه وهو لسه دافي دلوقتي بتظبطي ملحه، طعمه كان جميل جدا. اي قالب موجود عندك بتاع اللبن، افتحيه بس كويس من فوق، وتصبي فيه الخليط ده. او عبوة جبنة فارغة مش مش خلصانة يعني، ممكن تصبي فيه الخليط ده. مفيش اي عبوات عندك زي ما انا عملت كده، وروحي صبه فيها الخليط بس مجرد انها تاخد الشكل مش اكتر. وبدات ان انا انضف الطروف بتاعه الكوبايات بتاعتي. وبدات بقى ان انا على طول جري على التلاجة احط الخليط ده في التلاجة. يعني انا عملته النهارده ابيته لتاني يوم في التلاجة، مستعجله قوي ممكن 5 6 ساعات وتطلعيه. انا طلعته شوفوا كان شكله عامل ازاي، جميل. جبنة زبدية جميلة كيري جميلة، طعمها جميل فوق الخيال. لو عندك ولادك مش بيحبوا أي نوع جبنة وبيحبوا الكيري هيحبوا دي جدا. جربيها. وشوفوا التانية برضو نازلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميلة. م- قوامها الزبدي الجميل، يعني جميلة جدا، كأنك فاتحة علبة جبنة فعلا حرفيا. لونها لا علاوة عليه ولا كلام فيه، ما شاء الله. ممكن تقطعي اللي هي الصغيرة دي مثلثات، ممكن تقطعيها شرايح زي ما تحبي بقى، في سندوتش كايزر، في سندوتش انت عاملاه في عيش بالردة، مع سلطة، مع تكون طبق سلطة كده جميل، خضار جميل جنبيها. هي حاجة تفتح النفس صراحة، والله ما شاء الله حاجة تفتح النفس. جربيها ومش هتندمي، بتعليق جميل زيك. قوليلي ايه رأيك فيها لما تعمليها. واللي دخل في القناة وما اشتركش اعملوا لي اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان القناة تعلى وتكبر بيكم يوم عن يوم، يا احلى واجمل متابعين حصلوا لي في حياتي. ف آه، وفي السلام بقول لكم
أستودعكم الله الذي لا تضيع